السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم متابعات المحترمات في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما أبدأ الفيديو سمي الله وصلي على النبي وحطي لايك فضلا منك وليس أمرا علشان غيرك يوصلوا الفيديو وقولي معايا: اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إليك بحولك وقوتك يا ذا الجلال والقوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. مليون مرحب بكل المشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناة شرف ونور بوجودكم معايا. النهاردة بقى جايلكم بيوم مختلف. خلاص كده النهاردة كان أول يوم حضانة بالنسبة لسفيان. بدأنا يومنا كده، صحيت من الساعة 8، حضرت له حاجته اللانش بوكس بتاعه ولبسته وراح الحضانة. ده شهر كده استضافة قبل ما الدراسة تبدأ علشان يتعود وياخد على الحضانة والمعلمات بتاعته، يعني بيروح يلعب لكن مش بياخد واجبات وكده. حبيت اوثق معاكم كده اليوم ده. ادعولنا بقى دعوة حلوة كده بظهر الغيب ولكم بالمثل وزيادة. رايح فين؟ رايح ايه؟ حضانة. نسيتي يا بنو الشنطة هيك. لا انت تحكي. لا انت تحكي. وبعد بقى ما سفيان نزل خلاص، دخلت على المطبخ كده اعمل فطار خفيف. بصراحة ما كانش جايلنا نفس نفطر جبن وكده، فقلت هعمل بقى كده معاكم كيكة بقدرة قادر، او سبحان الله سموها زي ما تحبوا. وهقول لكم دلوقتي هي اسمها كده ليه. كيكة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منكم وقت خالص، وكمان طعمها جميل جدا. اول حاجة بدأت بيها كده هعمل الكراميل. انا جبت كراميل جاهز، كريم كراميل جاهز من السوبر ماركت. حطيت حلة وجبت حطيت فيها 4 كوبايات من اللبن، علشان الباكو بياخد كوبايتين لبن، فانا كنت هستخدم 2 باكو، فحطيت 4 كوبايات من اللبن. وحطيت فيه كيسين الكريم، وبدأت كده اقلبه لحد ما يدوب خالص على النار. وهنا كده جبت الصينية اللي هعمل فيها، وحطيت من تحت كده الكراميل. ورودينا هنا كده كانت بتساعدني، ما هي لازم تشترك معايا في اي حاجة انا بعملها، بالذات لو حاجة فيها طبخ. فرغت الكيسين الراميل كده في الصينية، وخلاص بقى هجيب الكريم وهحطه كده عليه على طول. الكريم كراميل سهل جدا وممكن يتعمل في البيت يعني، وبيبقى احلى كمان لما بيتعمل في البيت. هسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف، اللي عايز يشوف الطريقة هكتبها لكم في صندوق الوصف. هنا بقى كده يا حلوين جبت طبق حطيت فيه بيضتين، اضربهم بالمضرب كويس جدا. بصوا بتتعمل في الخلاط عادي جدا زي اي كيكة، بس انا بستسهل المضرب الكهربائي. هحط على البيضتين رشة فانيليا ومعلقة خل، وهضرب فيهم شوية. هضرب فيه لحد ما البيض يبقى فاتح جدا عندي، ويبقى قوامه زي الكريمة كده. وبعدين ضفت عليهم نص كوباية سكر، وقعدت اضرب فيهم كويس لحد ما السكر تجانس مع البيض وما عادش باين خالص. وبعدين ضفت عليهم نص كوباية لبن ونص كوباية زيت، وتضربي شوية لحد ما كل الخليط يتجانس مع بعضه. وعندي هنا بقى كده جبت كوباية ونص من الدقيق وربع كوباية كاكاو، وعليهم كيس بيكنج باودر وذرة من الملح، بس أهم حاجة تكوني نخلاهم قبل ما تحطيهم على الخليط. ودي كانت تاني مرة أنخلهم.
وانا بحطهم على الخليط نخلتهم تاني، بس عادي ممكن الخطوة دي ما تعملهاش، تستكفي ان انت تنخليهم مرة واحدة. وبعد ما خلصت كمية الدقيق كلها هضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما الدقيق يتجانس مع الخليط ويختفى خالص عندي في اتجاه واحد علشان الهواء اللي احنا دخلناه ما يخرجش تاني. في الخطوة دي حاولي ما تقلبيش كتير، مجرد ما الدقيق يختفي عندك خلاص وقفي تقليب علشان الكيكة ما تبوظش منك. ما ينفعش نقعد نقلب في كذا اتجاه، لازم في اتجاه واحد. ممكن تعملي بالمعلقة السيليكون او بالمضرب اليدوي عادي جدا. وهنا بقى خلاص الخليط بتاع الكيكة اللي انا عملتها بحطه على الكريم كراميل، وبوريكم كده هي شكلها عامل ازاي. اللي يشوفها عاملة كده يقول الكيكة باظت، بس هي ما باظتش ولا حاجة، هي مجرد ما تدخل الفرن وتستوي هتلاقي الكيكة انفصلت عن الكريم كراميل نهائي، هتشوفوا الشكل في الاخر عامل ازاي. هنا بقى اسر كان عايز يطلع يشوفني انا بعمل ايه، فكان عمال يحاول يطلع على الدرج عشان يشوفني انا بعمل ايه. هنا بقى كنت بسخن ميه في الكتل علشان هحطها في الصينيه الالومنيا اللي انتوا شايفينها دي، واحط فيها الصينيه اللي انا عامله فيها الكيكه. بس هقولكوا على حاجه بقى، وانتوا بتسخنوا الميه حطوا فيها معلقه خل علشان لما تحطيها في الصينيه الالومنيا ما تصفرش. معلقه الخل هتخلي الصينيه الالومنيا ما تصفرش منك، وتبقي منها برضو بتعقمي الكاتل او البراد بتاعك وبتخليه بيلمع كده وزي الفل. وطبعا اي كيكة بنعملها لازم بنولع الفرن قبلها بشوية علشان الفرن يبقى سخن عندك وانتي بتحطي الكيكة. هتدخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة كاملة. ودي الكيكة يا حلوين بعد ما خرجت من الفرن هتنتظري لما تهدى وتدخليها التلاجة علشان كريم كراميل يجمد. وده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة وقلبتها، كان طعمها جميل جدا جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. وده كان الشكل النهائي للكيكة. ربنا يديم علينا نعم ورزق ويوسع علينا وعليكم ويديكم ويرضيكم من حيث لا تحتسبوا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا للجميلة اللي كملت معايا الفيديو لحد الآخر. لو استفدت من الفيديو ولو بمعلومة واحدة أو شجعك، مش طالبة منك غير دعوة حلوة بظهر الغيب. هختم كلامي بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.